السلام عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وده تاني فيديو في رمضان. النهارده انا معايا وحش الكاميرات في الفئة المتوسطة، معايا وحش فعلا بيعود من جديد في الكاميرات في الفئة المتوسطة. تسعيره زي تسعير كل التليفونات اللي في الفئة المتوسطة الموازية ليه، ولكن بالنسبة للايام دي هو تسعير كويس جدا. ولكن اللي فاجئني كمية الانبهارات والمفاجآت اللي موجودة في الموبايل ده مش موجودة في اي واحد من المنافسين، حتى اللي في نفس تسعيره في ظل ظروف الايام دي في مصر. فيفو V27 ال 5G النهارده هنفصصه واحدة واحدة وعلى مهلنا. كوباية الشاي او النسكافيه او القهوة بتاعتك ويلا بينا نبتدي. وخليني بقى يا صاحبي النهارده اغير لك خريطه الريفيو شويه، وهقول لك على المميزات والعيوب، الحاجات اللي عجبتني واللي ما عجبتنيش في نقاط سريعه. ونبتدي باول حاجه وهي الكاميرات. خليني اقول لك ان التغيير بتاع الكاميرات اليومين دول بقى عالي قوي في مجال الاندرويد، وفعلا بدا يوصل للاي او اس، واحيانا في بعض الصور والنتائج بدا يعديه. الفيفو الفي 27 5G بيجي بكاميرا رئيسيه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.9، وكمان فيها مثبت بصري حقيقي OIS للصور الثابته، وبتدعم تصوير 4K على 30 فريم، وفيها مثبت بصري الكتروني EIS. العدسه الثانيه وهي الالترا وايد ال 120 درجه ل 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.2، والعدسه دي برضه هنتفرج عليها بعد شويه. العدسه الثالثه وهي ال 2 ميجا بكسل عدسه الماكرو اللي فتحه عدسه f2.4. اما الكاميرا الاماميه ودي بتيجي بقدره 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.5، وبرضه بتصور فيديو لحد 4K على 30 فريم، وفيها مميزات كتيره هنتكلم عليها بعد شويه، وفيها تثبيت بصري الكتروني EIS. وما ننساش طبعا الاورا LED فلاش اللي هو الرينج لايت المميز جدا بتاع فيفو، واللي فعلا بيديني نتائج كويسه جدا في الصور، وتقدر لو الدنيا ضلمه تفتحه وتصور بالكاميرا الخلفيه وهيديك نتيجه كويسه قوي. ندخل بقى في تفاصيل الصور قبل ما ادخل لك على شويه البهارات اللي فيفو حطها على الكاميرا. خليني اقول لك ان تصوير الصور الثابته كان ممتاز جدا، سواء في اضاءه بالنهار او اضاءه بالليل او اضاءه داخليه صناعيه او اضاءه طبيعيه زي اضاءه الشمس، وفعلا النتائج بتاعته كانت مبهره بشكل مش طبيعي. ايا كان ظروف الاضاءه وايا كان الوضع اللي انت محطوط فيه هتقدر تاخد شوت وكاميرا واحده من اول دوسه، ومش هتفكر ان انت تعيدها مره تانية. انا بصراحه كنت منبهر باداء النايت مود اللي بيشتغل هنا مع العدسه الالترا وايد، وبيشتغل مع العدسه الرئيسيه، وكمان بيشتغل مع العدسه 2x. يعني في كل الاوضاع هتقدر تصور بالنايت مود، ودي فعلا كانت خاصيه جميله جدا. اما بالنسبه لعدسه الالترا وايد هي بتديني فول فيو، وبتديني فيو واسع قوي زي ال 120 درجه. ممكن بعض الاحيان يبقى فيها بعض الديستوشن، ولكن ده مش بيبقى في كل الصور ومش في كل الاماكن. العدسه الماكرو زيها زي بقيه كل العدسات، وهي كانت نوع من انواع العدسات الفور فن. هي عدسه كويسه وبتديك تفاصيل حلوه، وتقدر تعمل بيها فوكس على حاجات ممكن عينك ما تشوفهاش، ولكن زيها زي بقيه كل التليفونات الاندرويد. اللي كان مبهر فعلا هي العدسه الرئيسيه اللي ابهرتني بالنتائج بتاعتها. فعلا ده افضل موبايل في الكاميرات في الفئه المتوسطه، افضل من كل المنافسين يا طايل. ايوه افضل من كل المنافسين حرفيا، والله ده ما تطبيل، ولكن دي الحقيقه. الموبايل فعلا ابهرني في كافه التفاصيل والصور اللي بتطلع من الموبايل ده، سواء بالليل بالنهار انت هتاخد كميه تفاصيل مش طبيعيه، والوان فعلا تعتبر حقيقيه واقرب الى الواقع لو انت ما استخدمتش الذكاء الاصطناعي AI. ودي هو طبعا سايبها لك كخيار من الخيارات اللي موجوده عندك، ان انت تقدر تعمل ناتشرال كلر
قبل ما تصور اصلا، علشان تقدر تشوف الفيو بتاعك ده بيكون عامل ازاي. لو انت زودت الساتوريشن شويه، قللت الساتوريشن، تقدر توصل لدرجه اللون الحقيقيه واللي مرضيه لعينك واللي مرضيه بالنسبه لك. وهنا عندك طريقتين عشان تجيبها، لا اما تستخدم الناتشرال كلر اللي موجوده في الاب بتاع الكاميرا زي ما انتم شايفين، لا اما استخدم الاي اي الذكاء الاصطناعي ويبدا يحسن لي الصوره، او الناحيه الثانيه ان انا ابدا احرك الكاميرا او ادوس على الفيو يمين وشمال عشان ابدا اقلل مستوى الساتوريشن اي التشبع يعني، او اقدر ان انا اقلله. ودي كانت ميزه كويسه جدا في الموبايل وفي الاب بتاع الابلكيشن. قبل ما ندخل في بقيه التفاصيل، تعال اقول لك الكاميرا الاماميه كانت عامله ازاي. الكاميرا الاماميه هي حرفيا بتطلع نتائج صور حلوه قوي في كل ظروف الاضاءه، هتقدر تاخد منها صور فعلا ممتازه، ومفيش تحسين للبشره. بمجرد ما انت بتقفل اي نوع من انواع الفلتر، لا بتطلع لك الصوره وبتطلع لك العيوب كلها اللي في الصوره زي ما انت عايز. وبرده للبنات مش هننساهم، لو عايزين الفلتر استخدموه، برده بيديكوا لوك كويس جدا ومجموعه فلاتر كبيره جدا وواسعه. تعالوا اوريكم نتيجه بقى لتجربه الكاميرا الخلفيه في الزوم وفي الفيديو، وقولوا لي ايه رايكم. زي ما انتم شفتوا كده، دي كانت نتيجه الفيديو اللي انا صورته بالفي 27 ال 5G، وفعلا حرفيا الزوم بتاعه ما بيهتزش خالص. في تليفونات تانية لما تيجي تعمل بيها زوم وتتنقل ما بين العدسه ال1X وال2X والالترا وايد فعلا ممكن بتلاقي فيها مشكله، ولكن هنا عشان الاب ذكي ومديك سموث جدا في الحركه. يعني انت بتسحب ال1X وتبدا تعمل لها زائد يعني تزوم، او ناقص اللي هو الماينس يعني انت بتجيب الاوسع زاويه عندك اللي هي الالترا وايد ال 120 درجه. وفعلا كان ادائها هنا كويس قوي، وفي سلاسه ونعومه مش طبيعيه، وفي تثبيت حقيقي في الفيديو اللي انت شفته او حتى في الصور اللي قبل كده. خلونا بقى دلوقتي نتكلم على معظم المميزات والبهارات اللي فيفو حطتها في الفي 27 داخل تطبيق الكاميرا او حتى الالبوم، عشان بالمناسبه تعرف تصور عليه الفيديو وتمنتجه على الموبايل بخيارات واسعه قوي. اول ميزه ان انت تقدر تعدل الفوكس بتاع الصور بتاعتك من جوه الالبومات. يعني ايه مثلا؟ يعني لو انت خدت صوره بوضعيه البورتريه، تقدر تدخل على البوم الصور الخاص بالفيفو الفي 27 وتقدر تعدل اي نوع من انواع الفوكس. يعني مره تجيب الفوكس على الحاجه اللي وراك، مره تجيبه قدام، ليك كستمايزيشن كامل في حته الفوكس في اللي انت تقدر تتعامل بيه. اما تاني حاجه وهي ايديت الفيديو، زي ما انتم شايفين اقدر ادخل على الفيديو واعمل له ايديت بسهوله جدا، ما عنديش اي مشكله اطلاقا عليه، واقدر اضيف تكست واقدر اغير الوان واقدر اعمل ترانزيشن، كل ده من داخل تطبيق الجاليري الخاص بموبايل الفيفو الفي 27. تقدر كمان تعمل كومبريس للفيديو، لو انت محتاج الفيديو ده تشيره وعايز تضغط مساحته شويه تقدر تعمل له كومبريس من داخل التطبيق بتاع الفيفو الفي 27. انا بصراحه النقطه دي عجبتني قوي، لان عندي كستمايزيشن كامل مش في الكاميرا بس ولا في الاب بتاع الكاميرا، لا ممكن في الفوتج او الصور او الفيديوهات اللي انا اخدها من ورا الكاميرا دي اقدر كمان اعدلها على نفس التطبيق بتاع الموبايل الاساسي الديفولت بتاعه، مش هحتاج انزل اي نوع من انواع التطبيقات الخارجيه. الميزه الثانيه وهي اللايف فوتوس، يعني تقدر تاخد صوره بتصورها عادي جدا وتقدر تضغط عليها ضغطه مستمره زي ما انت شايف، يقدر يوريك الحدث اللي كان بيحصل اثناء تصوير الصوره دي. ودي برضو خاصيه كويسه قوي وكانت موجوده في حاجه زي الايفون، ولكن اخيرا موجوده على في 27 من فيفو في جهاز متوسط. الميزه الثالثه ودي كويسه قوي وهي البورتريت فيديو، تقدر تصور بورتريت فيديو، تقدر تتحكم فيه من جوه وضع البرو وانت بتصور الفيديو، وتقدر تاخد البورتريه فيديو اللي انت عايزه ويخفي كل الحاجات اللي وراك كانك بالظبط بتصور فيديو بكاميرا احترافيه DSLR. الميزه الاخيره في تطبيق الكاميرا وهو وضع البرو مود اللي انت تقدر تستخدم فيه العدسه الالترا وايد وتقدر تستخدم فيه العدسه الستاندرد. وكمان في حاجه تانية انا مش متخيل ازاي ان هي موجوده في موبايل فئه متوسطه، انت تقدر تصور دلوقتي صور رو خام اطلاقا وتقدر تعدل براحتك فيها على برنامج اللايت روم سواء على الموبايل او على البي سي الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب من جوه البرو فيديو. هتقدر تدخل على وضع البرو فيديو وتفعل خيار الرو اللي موجود في الكاميرا اب من جوه
الموبايل الفيفو الفي 27 واقدر اخد صور رو زي ما انا عايز فيها تفاصيل كتيره، اقدر اعدل عليها بقى على اللايت روم زي ما انا عايز بالظبط. بصراحه انا منبهر بالاداء اللي كان بيدوني الكاميرا بتاعه موبايل الفيفو الفي 27، وكمان منبهر بتطبيق الكاميرا قوي ان هو كلير ونضيف وواضح، وكل المعلومات اللي انا عايزها بلاقيها قدامي بسهوله، وفي مميزات كتيره جدا من موبايلات فلاج شيب موجوده في موبايل فئه متوسطه. والاهم من ده كله هو الجاليري او الالبوم بتاع الموبايل نفسه اللي عليه كميه مميزات تقدر تستخدمها في صور او فيديوهات. كنت فعلا بحتاج ان انا في اي موبايل حتى الفلاج شيب والله ان انا استخدم برامج خارجيه، لا دلوقتي انا هقدر استخدم كل التعديلات بتاعتي من جوه تطبيق اساسي للموبايل نفسه. انا بصراحه تقييمي للكاميرات سواء اماميه او خلفيه في صور فيديوهات 10 على 10. النقطة الثانية واللي عجبتني هو تصميم الموبايل الفي 27. الفيفو الفي 27 تصميم فعلا يعني انا اتخضيت اول ما طلعته من العلبة. تصميم رفيع جدا لان سمكه بيوصل لحد 7.4 ملم، وكمان وزنه خفيف قوي لان هو وزنه 180 جرام. انتوا متخيلين يا جماعه في ظل ظروف الارقام الغريبه اللي احنا بنشوفها في الاوزان 230 و240 جرام، احنا بنشوف موبايل فئه متوسطه في امكانيات فلاج شيب ولكن 180 جرام بس. فده طبعا رقم كويس جدا على الموبايل، وفعلا تصميم الموبايل كان كويس قوي. الظهر بتاعه بيجي من الازاز وبيجي ظهر مصنفر يعني مش هيلقط معاك البصمات، وخاصه اللون اللي معايا اللون اللبني ده لون حلو جدا وترندي قوي ودخل قلبي حرفيا، ولون مبهج كده في التصوير. فعلا الموبايل بيجي كمان عندك نافذه كاميرات مستطيله طويله كده. النافذه بتاعت الكاميرات دي مفيش فيها بروز كبير قوي ولا في الكاميرا ولا في النافذه، تحس ان البروز بتاعها بسيط جدا. وكمان لما تحط له الكفر اللي جاي مرفق معاه في العلبه فانت حرفيا مش هتلاحظ اي نوع من انواع البروز، حتى الخفيف ده انت مش هتقدر تلاحظه. تصميم الموبايل حلو وجاي كمان كيرفي من ورا، يعني مريح في مسكته في الايد لما تمسكه في ايدك لفترات طويله. الموبايل ده حرفيا مش هيتعبك علشان الظهر من ورا جاي كيرفي شويه، فبالتالي الانحناءات بتاعته دي مسهله المسكه في ايدك، حتى الكورنرات الدائريه دي مسهله مسكه الموبايل في بطن ايدك، وفعلا بتقدر تكون متحكم فيه. والموبايل على عكس بقيه الموبايلات رغم ان هو جاي خشن ولكن جريبي في الايد وما بيتزحلقش. تصميم الموبايل كان ممتاز جدا وفعلا انا اعجبت بيه. بيجي من تحت طبعا عندك فتحه الشاحن التايب سي، وعندك فتحه السماعات الخارجيه، وعندك درج الشريحتين، وفوق عندك المايك العازل للضوضاء. وعندي بس ملحوظه صغيره، كان نفسي يبعدوا زرار الباور عن زراير الفوليوم اب والفوليوم داون، ولكن فيما عدا ذلك اوفر اول التصميم كان بيرفكت جدا. جمال التصميم ما وقفش بس لحد تصميم الموبايل وخلاص، لا ده كمان امتد لحد الشاشه اللي بتيجي من نوع ايموليد 6.7 انش بدقه فول اتش دي بلس بكثافه بكسلات 388 بكسل لكل انش، HDR 10 بلس، وكمان 1 بليون كلر و120 هرتز. ايه ده انا بتكلم عن مواصفات شاشه جايه من الفلاج شيب مش موبايل متوسط اطلاقا. الشاشه دي ليك حق ان انت تعمل كستمايزيشن فيها كتير جدا من ناحيه الالوان بتاعتها عشان توصل لدرجه اللون المريحه لعينك، وده اكتر الوان حقيقيه داخل السوفت وير. الشاشه دي كمان بتيجي بايدج ومعاها هول بانش او خرم في النص، ولكن الميزه في الايدج هنا ان ما فيهوش لمسات خاطئه كتير، فدي برضو حاجه عجبتني انا. الشاشه التاتش بتاعها حلو جدا واستجابتها كانت ممتازه جدا. مش بس كده كمان، ده لما تيجي تعدل عليها صوره انا مختار الوضع الديفولت شويه او اللي هو مسحوب منه الالوان او الاقرب للطبيعي، وبعدل عليها صور على اللايت روم وبتديني فعلا الوان حقيقيه من خلال الشاشه دي. الشاشه دي برضو بتدعم الاولويز اون ديسبلاي، ولكن عندي ملحوظه بسيطه لفيفو ان الاولويز اون ديسبلاي اللي موجود هنا داخل السوفت وير هو محدود جدا، يعني ما بيقدرش يعرض لي نوتيفيكيشن لكل التطبيقات، ودي طبعا سهله ان هي تتحل بسوفت وير ابديت. لا بيعرض لي حوالي 3-4 تطبيقات بس اختار يجي لهم مني الاشعار لو انا عامله في الاولويز اون ديسبلاي. يعني الموبايل مقفول والاولويز اون ديسبلاي مفتوحه يعرض لك 3 أو 4 اشعارات من 3 أو 4 تطبيقات فقط لا غير. نرجع تاني للشاشه واللي كانت بتديني كونتراست والوان حلوه جدا وزوايا رؤيه ممتازه جدا. كمان بيجي تحتها قارئ البصمه الصاروخي من فيفو، واللي عندك كميه كستمايزيشن برضو في السوفت وير تقدر تعدلها من جوه السوفت وير الخاص بالانيميشن بتاع البصمه، ولكن البصمه بمجرد ما
تلمس ايدك البصمه بتفتح مباشره. انا بصراحه معجب بالشاشه دي قوي، وبرده تقييمي ليها 9.5 على 10. رابع نقطه في الموبايل هنا وفعلا دي عجبتني جدا هو الاداء. اداء الموبايل ده كان بالنسبه لي انا صاروخي ومتغير، وحرفيا انا انبهرت بيه في حاجات معينه كده بصراحه عجبتني انا. تعالوا اقول لكم التوليفه الاول وبعد كده نتكلم على اداء باستفاضه كمميزات وعيوب. اول حاجه ان المعالج اللي بيجي هنا دايمنستي 7200 وده معالج 4 نانومتر مع ذاكره 8 جيجا وذاكره داخليه 256 جيجا. وعندك طبعا اندرويد 13 مع واجهه الفان تاتش الجديده 13، ما عنديش اي مشكله اطلاقا عليها. بما ذلك كمان بطاريه 4600 ملي امبير بطاريه و66 واط للشاحن. بالنسبه لاداء الموبايل في التصفح وادائك اليومي كان عامل ازاي؟ الموبايل حرفيا صاروخ وما فيهوش اي غلطه. اي تطبيق هتفتحه عليه من تطبيقات السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام واتساب، التطبيق هيكون كويس قوي وفعلا هتحس بيه بسلاسه وراحه وسهوله في السكرولينج مع ال 120 هرتز، والتنقل ما بين التطبيقات كان سلس قوي. حتى مع الالعاب بفضل الجيم مود اللي انت حرفيا فيفو مديالك ان انت تتحكم في كل حاجه في الجيم مود ده، هل الاشعارات توصلك ولا لا، المكالمات تجيلك ولا لا، اللي انت تفعل التربو بتاعه ولا لا عشان يديك اقصى قدره للموبايل. اقدر العب لعبه ببجي على الالترا والاتش دي ار، ايوه تقدر تلعبها مع الدايمنستي 7200 اللي موجود في الفيفو الفي 27. الموبايل حرفيا بيقدم لك كومبو كده من الاداء حلو قوي ما بين تصفح وسائل السوشيال ميديا وما بين العاب وجيمز. يعني لو كنت انت واحد بتحب تتصفح السوشيال ميديا واستخدامك هيفي يوزرز للتطبيقات دي هيعجبك. لو انت واحد جيمر من الدرجه الاولى الموبايل ده مناسب ليك جدا. فحرفيا التوليفه بتاعته حلوه، ولكن في بعض النقاط كده اللي ما عجبتنيش. اول حاجه ان مفيش كارت ميموري موجود في الجهاز، ولكن دي بالنسبه لي انا عادي والله، يعني انا ما بستخدمش الكارت الميموري ال 256 جيجا كافيه جدا ليا، ولكن كان لازم اوضحها لك في الفيديو ده. تاني حاجه برضو ما عجبتنيش هو اللي فيه بعض التقطيعات كده في السوفت وير، هي سهل ان هي تتحدث بتحديث بسيط جدا يقدر يوصل للموبايل، زي وليكن لو انت بتظبط المنبه مثلا لما تيجي تختار ما بين هل الساعه اللي انت ظابطها دي بي ام مساء ولا اي ام صباحا، لا بتحس ان انت لازم تدوس فوق قوي في اماكن بعيده تيجي تعمل سوايب مثلا. وانا بستخدم الجسر بتاعه الموبايل محتاجه تتظبط. لو استخدمت الزراير العاديه مش هيكون عندك مشكله في النقطه اللي انا بقولها دي، ولكن لو استخدمت السوايبس كده زي حالاتي اللي هي الترندي والجميله واللي فعلا بتدي منظر احلى للشاشه وللسوفت وير، لا بتحس ان فيها بعض النتشات كده السريعه. فيما عدا ذلك انا ما قابلتش اي مشاكل في السوفت وير، بل بالعكس انت بتقدر تتحكم في كل حاجه في الموبايل. يعني تقدر تتحكم في الايكونز في شكل الاولوز اون ديسبلاي، تقدر تتحكم في البصمه، اقدر اكستمايز الموبايل زي ما انا عايز بالظبط. البرايفسي هنا فيفو خدتها في ليفل تاني مع اندرويد 13، بقيت تتحكم في كل تطبيق عندك هو يقدر يستخدم ايه، ولما يجي يستخدمه يديك تنبيه ولا لا، ولما يكون مفتوح كاميرا مفتوح مايك يقدر يديك تنبيه ولا لا. حرفيا الحمايه والخصوصيه هنا مع الموبايل ده فيفو مستفيده بيها بشكل كويس جدا من اندرويد 13. الحاجه كمان اللي ما عجبتنيش هو اداء البطاريه. اداء البطاريه هنا كويس زي ما انتم شايفين في السكرين شوت، حوالي هيوصل لاربع او 4 ساعات ونص من السكرين اون تايم. يعني النسبه اللي انتم شايفينها دي كنت انا سحنت كده الجهاز بتاع حوالي 10% زياده في اليوم. يعني الطبيعي هنا ان هو يكون نازل عن كده عن السكرين شوت دي 10%، ومع ذلك مديني 4 ساعات، يعني يقدر يطول لحد 4 ساعات، 4 ساعات ونص ميكسيمم خالص. كنت امل بصراحه ان تكون بطاريه اكبر من كده شويه 5000 او 5200 وكانت تطول شويه. طيب هل حته البطاريه دي فيفو ما تقدرش تعالجها؟ لا تقدر تعالجها، ان انت تقدر تكستمايز شويه السوفت وير من جوه ويقدر يعمل تناغم افضل ما بين السوفت وير والهاردوير المعالج الدايمنستي ال 7200. ولكن مدينك حل كويس جدا، الشاحن ال 66 واط بتاع فيفو الصاروخي حرفيا اللي بيشحن حوالي 50% في تلت ساعه، وبيشحن موبايل من 0 لحد 100% في حوالي 40 دقيقه، ساعه الا تلت، وده رقم كويس جدا على اداء الموبايل ده. اخر نقطه بقى انا عايز اغطيها في الموبايل ده وهي الشبكه. الواي فاي معايا كانت شبكته كويسه جدا وكان الرينج بتاعه كويس وبيقدر يوصل لمسافات بعيده. شبكات المكالمات لان الموبايل ده انا اتعاملت بيه كموبايلي الشخصي، فمستوى الشبكات هنا كويس جدا. البلوتوث بتاعه موفر للطاقه، ميزه الان اف سي اللي هم حاطينها جوه الموبايل عشان يسهلوا علينا عمليات الدفع الالكتروني اخيرا بعد ما اتفتحت عندنا في مصر. طبعا في دول الخليج مفتوحه بقى لها فتره، ولكن في مصر اتفتحت اخيرا ودي حاجه عجبتني
قوي. فبصراحه مستوى الشبكات في الموبايل تقييمي ليه 10 على 10. طيب اخيرا يا صاحبي الخلاصه والزتونه، الموبايل الفيفو الفي 27 ال 5G سعره كام؟ تسعيره 17,000 جنيه، موجود هنا في مصر، وهتلاقي طبعا السعر بالدولار علشان كل الدول العربيه والناس اللي بتشوفنا من خارج مصر. 17,000 جنيه النهارده، تعالى قارنهم. معلش انا هقول لك بقى مقارنه كده سريعه. هتلاقي عندك جهاز مثلا زي السامسونج الاي 53 الجديد، الجهاز ده واصل ل 16 و17 الف جنيه في السوق. لما تيجي تقارنه بالفيفو الفي 27 الجهاز ده يحط عليه مستريح جدا كمواصفات وكاداء وكبرفورمانس وككاميرات وككل حاجه، الموبايل يحط عليه مرتاح قوي. فانا شخصيا معجب جدا باداء الموبايل، حتى بعض الحاجات البسيطه اللي انا شفتها فيه هي حاجات مش مؤثره قوي، كلها حاجات تقدر تتحل بسوفت وير ابديت، وكلها حاجات بسيطه جدا جدا جدا. هو يعتبر اللي بالنسبه لي ما حققتش الطموح بتاعي قوي هي البطاريه، ولكن عوضوني عنها بشاحن. شويه النتشات اللي موجوده في السوفت وير هيبعتوا سوفت وير ابديت علشان يقدر يحل المشكله دي بسهوله قوي، والنتشات في حاجات معينه داخل السوفت وير. ولكن اوفر اول كاداء للموبايل في الالعاب في السوشيال ميديا ممتاز قوي، كتصوير ممتاز قوي. يعني انت لو واحد بتحب التصوير الموبايل ده ليك في الفئه المتوسطه، لو انت واحد جيمر الموبايل ده بتاعك وش يا معلم، لو انت واحد هيفي يوزرز على الموبايل وبتقدر تستخدم مثلا الموبايل في السوشيال ميديا كتير، الموبايل ده موجود ليك يا معلم. صوت المكالمات وعايز شبكه ما تفصلش منك وصوت مكالمه محترم، حتى البروكسيميتي سنسور حساس التقارب شغال بشكل كويس قوي. وخد بالك صح عشان نسيت اقولها لك ان هنا الموبايل ده بيقدر يظهر لك الويت، رغم ان هي بواجهه جوجل ولكن بيظهر لك الويت بتاع المكالمه وتقدر تشوف مين معاه ويت او لا. يعني عاملين فيه شغل حلو قوي. الموبايل بصراحه انا عجبني، هو موبايل بريميوم من فيفو الفي 27 في الفئه المتوسطه. الموبايل مش هيكون مناسب لمين؟ للناس بقى اللي عندها يجي يقول لك انا ادفع 17,000 جنيه في فيفو. ايوه فيفو مش شركه قليله خالص وضمانها كويس، وهي تقريبا زيرو مرتجعات. يعني الموبايل اللي بتاخده ما بتفضلش تلف بيه على الصيانه وتفضل تروح وتيجي، اصل الموبايل مش عارف حصل له ايه، لا انا عايز اتخانق، عايز اروح حمايه المستهلك. لا فيفو محترمين جدا وجوده تصنيعهم محترمه قوي. يمكن الكلام ده واللي بيتابعني من فتره كبيره جدا انا بقوله اصلا من قبل ما فيفو تنزل مصر. بس كده ده كان كل حاجه عن الفي 27، ملك الكاميرات وملك الاداء في الفئه المتوسطه، افضل توليفه انا شفتها في اي جهاز فئه متوسطه من بدايه السنه لحد دلوقتي. اشوفكم ان شاء الله على خير. اسف لو طولت عليكم، ولكن الموبايل كان يستحق نعمل له فيديو طويل ومحترم زي كده. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش من السبسكرايب في القناه وتفعلوا زر الجرس ولايك للفيديو لو عجبك، واكتب لي رايك تحت في التسعير مقابل المميزات والعيوب اللي انت شفتها داخل الموبايل. دمتم في رعايه الله. سلام يا صاحبي.